بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيباتي وبناتي المتابعات، رجعت لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم عطلة، واليوم الخميس. بكرة بنطبخ طبيخ إن شاء الله، مش عارف شو بدنا نطبخ. اليوم يعني جبنا هذول الكبدة الطرية تبعت الدجاج. الكينة يعني هون ببيعوا بالباكيت، الكينة باكيتين، وكنا بدنا نجيب باكيتين من القوانص، ما لقيناش الا واحد، ما عندوش. هاي بتيجي طريه طازه وريحتها حلوه، يعني بدنا نشوف كيف بدنا نعملها. انا بعمل كل واحده لحال، لانه في عندي ناس بيحبوا الطريه هاي الكبده، وفي ناس بيحبوا الكبده اليابسه. هاي الكبده مرات بكون فيها هاي المراره، لازم تشيليها وتعلمي بنتك انها تكون حريصه، يعني المراره ما تنخزك وهي بتعمل فيها، يعني ما تنفتح، على اساس ايش؟ انه ما تعبيش الكبده الثانيه. فهمتوا كيف؟ يعني الكبده المراره اذا بتفرط وبيطلع كل اللي فيها، بعطي مرار لايش؟ للكبده. عشان هيك انتبهي، خليها طولها بحذر. انا هون نظفتها بملح وخل، شطفتها مرتين، وهاي نفس الاشي شطفتها، حطيت ملح وخل وشطفتها مرتين. طبعا هاي الكبده الطريه بدي احط عليها بصل وفلفل حار، واي بهار عندك، اي بهار عندك، قرفه، هيل، زنجبيل، فلفل اسود، كمون. هاي البهارات، هاي البهارات. هاي عودين قرفة للجهتين، شطة هاي للكبدة الطرية، شطة. شايفين؟ في عندي فلفل أحمر أنا يعني مش ناشف، أو فلفل أخضر. في عندي هون كمون، بهار مشكل، بهار كزبرة، زنجبيل. طبعا بدنا نحط ملح، فلفل أسود، عصفر، قرفة. في ناس بحطوا قرفة، عندي قرفة ناعمة أنا. وبدنا نحط يعني هذيك واحدة نعملها، القوانص بديش أحط عليها بصل. وفي ناس بكثروا زيتها، بغمسوا الزيت. وبدنا نحط على الجهتين ثوم، بدي احط على الجهتين ثومه وبصل. لا، على الطريه. احنا بنقول كبده الطريه، الكبده، والقوانص هذيك اللي الحوصله يعني. انا بحب القوانص، بحب باكل من الكبده، بس برضه انا باكل من الكبده لما تكون الدجاجه جايبينها طازه، والكبده هيك ريحتها حلوه، بحب اكلها. اما لما تكون مجمده ما بحبهاش. وبنحط ملح طبعا على النار. شوفوا انا هون كبرت البصل، ليش؟ عشان ما يذوب، يعني عشان يبين. هاي بصل وزيت نباتي وشوية فلفل حار وعود قرفة. وهون حطيت زيت وعود قرفة. بدي احط شوية فلفل حار بس بسيط، ورشيت رشة ملح، وهون كمان رشيت رشة ملح. هون بدي احط القوانص، وهي حطيت هون كل واحد طنجرة، وهي حطيت الكبدة. ما بقطعها، ممكن قطعها لحظة الأكل. في ناس بقطعوها صغير صغير، لا احنا بنحبش، بحب أقطعها لحظة الأكل. هيها كبدة. حطيت هون بصل وفلفل حار وعود قرفة، وهون حطيت عود قرفة وفلفل حار، ما حطيت بصل يعني بحبش أنا أكل بصل مطبوخ. بدي أحط على الجهتين ثومة وبهارات هون، وحطيت ثومة هون كمان، بضلني اقلب، بحط البهارات. قوانص حبتين من الهيل هي هون، وحطيت كزبرة حب. اما هاي ما بحط عليها هيل، لانه اللي بيحبوا الكبدة الطرية ما باكلوش، يعني بينزعجوا من طعم الهيل او حب الكزبرة. البهارات كلها مع بعض، حكيت لكم شو حطيت: فلفل اسود وعصفر وزنجبيل وبهار مشكل وبهار كبسة وفلفل اسود وعصفر. وشو كمان حطيت؟ كمون. في شفت ناس بحطوا ليمون مخلل، بحطوا معها، بقلبوا معها ليمون مخلل. وفي ناس بعصروا ليمون بعد ما تخلصوا، وكل واحد ذوق يعني. بهارات هون، وحطيت البهارات هون وبقلب. يعني البهارات هي اللي بتجيب طعم الكبده، كبده الدجاج والقوانص. شفت ناس بيفلفلوا رز على الكبده الطريه او الكبده اليابسه، يعني بقلبوها، بحطوا عليها البهارات ومكعب مرق، وبعدين بحطوا مي لما تغلي على حسب الرز، مقدار الرز. وبحطوا معها، او بالعكس يعني، او بالعكس بفلفلوا جنبها رز. بقدم معها مقبلات: فلفل مخلل، خيار مخلل، بصل اخضر، بطاطا،
اكل ثاني قلاية بندورة اللي بدك اياه. في طبعا بياكلوا الكبده والقوانص وبحطوا عليهم بندورة، انا ما بحب، بحس هيك بصير زنخه. في ناس بيعملوا عليها يعني زي بندورة، انا لا ما بحب. قوانص الكبده هيها استوت، بذوق الطعم. وهي كمان هيها استوت وتحمرت. شايفين البهارات ما اعطيتها لون غامق بس طعمها لذيذ. صحن هالكبده القوانص، هاي قوانص شايفين ما احلاها مع البهارات مع الكزبره. هاي حطيت بس ثوم عليها، ريحتها بتشهي وطعمها بدي اذوق يعني. انا كنت اجيب كميه اكبر بس ما في عند البياع يعني. عندي اللي ببيع القوانص ما لقيت الا غير باكيت واحد، هو ببيعها طازه يعني مبكته. بس ما لقيت الا باكيت واحد. ده حكيت لكم احنا بنقطعها لحظه التقديم يعني اثناء الاكل. هاي ريحتها بتشهي والله. هاي لانه فيها بصل خليتها على الغاز اكثر شوي. اليوم اكلتنا سهله وسريعه وبتدفي القلب. وممكن تاكلي جنبها بطاطا، تحطي جنبها تعملي عليها رز، تعملي جنبها سلطه طحينيه. ثومه والفلفل، ثومه وملح وليمون، وممكن تفرمي فيها بقدونس تسميها سلطه طحينيه بتلبق معها زاكيه كثير. عملت معكم كبده الدجاج، احنا بنقولها كبده طريه. حطيت بصل وحطيت ثومه وحطيت فلفل حار وبهارات. حصت البصل شوي وحطيت الكبده ومع الثومه وقلبتهن. هاي بدها تستوي. في ناس بيعملوا صينيه كامله من القوانص ومن الكبده، بيجيبوا بفرشوا ثومه وبقدونس. حطيتها على فكره هون كزبره خضره شوي غير الكزبره الناشفه. في بيجيبوا صينيه وبفرشوا فيها ثومه وبقدونس وكزبره وبهارات، ممكن بصل، وبعدين بحطوا الكبده والقوانص، وبعدين بيعودوا بهرشوا كمان فرشه بقدونس وكزبره وبصل فوقها، وبحطوها بالفرن اول بالفرن تنها تستوي، بعدين بحمروها على الشواي. هاي ممكن تحطيها بصينيه وتحطيها على الشواي. هاي حطيت هون ممكن ناكل معها بصل ناشف، بصل اخضر، فجل. هاي عندي فجل هون انا. فجل رجعت ثلاجتي يا جماعه الخير، شغلتها الحمد لله. وعملنا القوانص. هاي القوانص في ناس بيعملوا جنبها رز او معها رز. حطوا اللايك واشتركوا في القناة وشيروا القناة وفعلوا زر الجرس. انهضوا بهالقناة حتى يوصلكم مني كل جديد. انهضوا بهالقناة. بحبكم في الله، صلوا على رسول الله. استنوني بكرة ان شاء الله الجمعة. جمعة مباركة عليكم، جمعة طيبة، في وصفة جديدة واكلة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.